السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إن شاء الله في هذا الفيديو اللي غنبارطاجي معكم هاد السلطة بالفواكه الجافة والطاجزة وكذلك هاد الخيزو إن شاء الله يا ربي. خيزو من الخضر، عندنا هاد المشماش اللي كتشوفوه، مشماش كيكون طري، وعندنا العنب اليابس مقطع طريفات، هنا عي منقوع باقي ما قطعته، والخيزو والقرفة. يعني وصفة باردة ما شاء الله في هاد الحرارة هذه كتنفع. هاد الوصفة كنديروها بهاد المشماش كيف ما كتشوفوه. كناخدو المشماش كيكون الطري، كنشدوه نقطعوه طريفات. كيكون داك المشماش اللي كيكون احمر وكيكون قاصح وكيكون شويه حلو، يعني كيكون شويه قاصح شاد راسو كيف ما كتشوفوا. هنا غنقطعو طريفات يعني هكا بهاد الطريقه هذه. هنا كملتو كامل، يعني بعض المشماشات راه ما كانش كتير عندي، كان غير شي حاجه. هاد المشماش هذا غادي نديرو ان شاء الله في كاسرول، غادي نديرو فيها هاد المشماش ديالنا مقطع، المشماش طاجز ماشي داك اليابس، يعني مشماش ديال الموسم. كنديروا عليه واحد الكاس ديال الماء من الصنبور. كنديروا بعدا هذا القرفه عواد، عرفتي كيجي زوين هاد المقبله ولا هاد السلطه كتجي زوينه بارده. كنديروا هاد الكاس ديال الماء وكندير نص كاس حتى لربع على حسب المشماش اللي عندكم، المهم كيكون مغطي المشماش. هانتوما كتشوفوا درت يعني تقريبا نص كاس صافي، وكندوه ان شاء الله فوق البوطه يطلع معاه هي واحد الغليه. كنشوفوه بدا كيغلى كيطبخ صافي كنسدو عليه، ما كندير لا سكر حتى حاجه. وهنا غنمشي نصاوب الخيزو ان شاء الله من بعد. صافي ها هو درتو فوق البوطه كيف ما كتشوفوا فوق النار كيغلى. دابا انا غنطفي عليه، يعني غلى واحد الغليه كيطفى هذا المشماش دغيا كيطيب وكيطلق القرفه. هنا الخيزو الوقيته اللي كان كيطيب المشماش، يعني شديت الخيزو حكيته في الحكاكه الرقيقه كيف ما كتشوفوا، وكان واحد الحامضه هي صغيره شديت النص ديالها شويه ديالها، حكيت عصرت هذيك القطرات على الخيزو باش يعني ما يكحلش لينا ويبقى اللون ديالو احمر كيف ما هو. صافي كنغطيه ونخليه. هنا العنب اليابس رانا صفيته قطعته طريفات كيف ما كتشوفوا، وراه منقوع يعني رجع رطب ما بقاش قاصح. صافي وجد لينا المشماش وبرد، كلشي عندي بارد. غنبدا نقدم هاد المقبله هذه او السلطه. تشوفوا كيفاش المشماش طلق داك اللب ديالو، رجع بحال السيرو مع ديك القرفه والمشماش، عرفتي واحد الريحه ما شاء الله. هنا اخواتي غادي يعني نبدا كندير الخيزو اللي هو محكوك وعليه داك شويه ديال الحامض، كيبقى اللون ديالو كيف ما هو كيف ما كتشوفوا وبرد مزيان. صافي كندير واحد الكميه قليله. اللي وصل حتى لهنا يبارطاجي الفيديو وديروا لايك، الله يجازيكم بخير. وإلا عجبكم الفيديو شي تعليق، إلا عجبتكم الوصفه شي تعليق محفز ان شاء الله. صافي كان فوق الخيزو كنبدا ندير هاد المشماش، نهز دوك الطريفات ديال المشماش وكنبدا نحطهم فوق الخيزو حتى كنغطي الخيزو كله اللي هو محكوك. هذيك القرفه اللي كتبان لكم دوك العويدات ديال القرفه كيبقاو باش كيطلقوا ديك النسمه ديالهم. هنا راه الوليدات كلاو منه، خلاو لي غير هادشي باش نديرو كتقديم، لان كان ما بقاش ليا الوقت باش نقدمو، خاصنا حتى يعني كلاو منه. كعرفوا الوليدات ما كيصبروش على هذا الشيء، الدراري كلهم يعني الاولاد الصغار. هنا كنشدو هذاك يعني العنب اليابس المقطع، كنديرو هذا الصفر هذا اللي هو صفر ماشي الكحل. صافي كنديرو فوق هذا المشماش. كتجي يعني وصفه صحيه وزوينه، وواحد يعني مبدل المذاق ديالها. كان اللي بغاه ثقيل كيخليه هكاك، اللي بغاه يكون شويه خفيف كيزيد من داك السيرو ديال المشماش. وبالصحه والراحه كتجي هاد المقبله ما شاء الله. انا هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال القرفه، داك شويه ديال القرفه يعني مطحونه،
وكندير فوق منها شي شويه ديال العسل. اللي بغى يحليه يدير العسل، اما هو راه العسل يعني العنب اليابس حلو، الخيزو راه حلو، المشماش كيكون يعني حلو. يعني كنزيدو هاد القطرات ديال العسل، اللي بغى العسل يعني يكون عسل شويه طبيعي، لان كلشي اللي كاين عندنا طبيعي وصحي. وكنقدموها بالصحه والراحه، وكنتمنىكم تجربوها، راه فيها واحد الرائحه واحد الدم مغايره على العصير وعلى السلطات يعني ديال الفواكه الجافه ولا الطازجه. يعني كنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه وتجربوها، ويعني وردوا علينا اشنو اللي كاين. وبصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نودعكم، ملي كنهز بالمعلقه كتهزي خيزو مشماش عنب اليابس يعني مع مخلط مع ديك القريفه، ما شاء الله.